السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة. هنا تنبيه أود أن أنبه به، ويتعلق بما ينشر في هذه الأيام من كلام شيخنا شيخ محمد بازمول حفظه الله ووفقه حول قضية السروري فركوس. أولا، نحن نقول نحب الرجال ونحب مشايخنا ونجلهم، ولكن الحق والدليل أحب إلينا منهم، وهذا ما تعلمناه منهم، وهذا ما ربونا عليه. وينبغي أن نفرق أيضا بين مخالفة الشيخ وبين الجناية عليه والتحامل عليه أو إساءة الأدب معه، لا تلازم بينهما. وأهل السنة ما زال بعضهم يخالف بعضا مع بقاء الود والاحترام فيما بينهم، وكل هذا احتراما للحق وإجلالا له، لأن الحق أكبر من أي أحد، أكبر من الجميع، وهي ضالة المؤمن أينما وجده أخذه. وما ذكره الشيخ محمد بازمول حفظه الله تعالى حول فركوس، أنا في الحقيقة لا أرى هناك تعارض، لأن المسألة كلها حسمها الشيخ نفسه، حسمها بنفسه، لأنه ذكر كلاما نستطيع أن نقول بأن هذا رأيه حفظه الله، وهو حر في ذلك، نسأل الله أن يوفقه. ولكن في نفس الوقت أحالنا إلى العلماء المؤهلين الذين هم أهل لهذا الباب وهم فرسان هذا الميدان، وتكلموا في فركوس بما فيه بحق وعدل وحجة، فإذا قولهم مقدم بناء على كلام الشيخ محمد بازمول حفظه الله. هذا قبل أن نأتيكم بالأدلة والقواعد، من علم حج على من لم يعلم، بلدي الرجل، وأهل مكة أدرى، كل هذه الأشياء لا نحتاج إليها، فقد نكتفي بما غرد به الشيخ محمد بازمول، كأنه يقول لنا هذا ليس من شأني، وهناك من هم أعلم بهذا الأمر مني، ارجعوا إليهم والقول قوله. هذا ما نفهمه من كلامه، بس أنا أدليت برأيي، هذا هو رأيي، وأرى المصلحة في الصبر عليه لعله غاية ما توصل إليه الشيخ وما ذكره الشيخ محمد هو رأيه، ورأيه غير ملزم. طيب، هذا هو، لأنه غرد قائلا حفظه الله: قلت أنا أتكلم عن المسائل العلمية من جهة الصواب والخطأ فحسب ما تبين لي، أما تعيين الشخص والتحذير منه فهذا له رجال، وتكرر مني أني لست ممن يحسن الكلام في المعاصرين جرحا وتعديلا، وأسأل الله أن يصلح الجميع. ثم قال: وظني فيهم خيرا، وأنا أظنهم من أهل السنة، وإن شاء الله يرجعون إلى الحق، إلى آخر كلامه. هذا ما ذكره الشيخ. وهنا نقف مع هذه التغريدة. أولا، الشيخ يقول بأنه يتكلم في جانب الصواب وخطأ، جانب علمي بحت، لا يتكلم عن التعديل ولا عن التجريح، هو ما عدل فركوس ولا كذا، بناء على هذه التغريدة. ثم قال بأنه ليس ممن يحسن الكلام في الرجال في المعاصرين جرحا وتعديلا. طيب، هو الآن ما دام ذكر هذا عن نفسه، ونحن نقول بأن هذا تواضعا منه، ولكن هو اختار هذا المنهج، هو الذي ذكره، ما نستطيع أن نتعدى ما ذكره وما رسمه لنفسه. نحن ظننا به فوق هذا، نحن ظننا به أنه علم من أعلام هذه الأمة في هذا العصر بدون مجاملة.
ولكن العلماء يختلفون. هناك عالم رباني له تخصصه أو له ميوله، وأحيانا يخفى عليه معرفة الرجال وما يحصل في الساحة ونحو ذلك، هذا حاصل، هذا لا ينقص من قدره العلمي. فإذا نحن ظننا بالشيخ أنه أهل لهذا، ولكن لا يمكن أن نقدم ظننا على ما قرره هو بنفسه، وعلى أنه هو منهجه وهو مذهبه. لا يمكن لنا أبدا أن نتعدى ما ذكره، ولا أظنه سيقرر شيئا يعلم الصواب في خلافه. فإذا ما يسعنا إلا أن نقبل منه هذا. نقول إذن الشيخ هنا يعني حتى لو أثنى، حتى لو زكى فركوسا، فإن كلام غيره مقدم لماذا؟ لأنه قال بأنه ليس أهلا لي، أو ليس ممن يحسن الكلام في الناس في المعاصرين جرحا وتعديلا. طيب وجدنا هناك آخر وهو يحسن الكلام في المعاصرين جرحا وتعديلا ويبنيه على الأدلة، والعلماء شهدوا لهم بالعلم والورع، فلا شك أن كلامه مقدم، كما هو الحال في الرواة، كما هو الحال في الرواة. مثلا كلام يحيى بن معين وإذا تعارض مع كلام العجلي، كلام من تقبلون؟ أو كلام ابن حبان، كلام من يقبل؟ أو كلام الشعبة مع كلام ابن حبان ونحو ذلك. كما هو في عصرنا اليوم، تجد الناس لهم معرفة يعني صيارفة في الرجال، يعرفون الرجال معرفة ما شاء الله، فهؤلاء عادة وغالبا في مثل هذه الأشياء في الرجال يقدم كلامهم. وهذا ما صار عليه علماؤنا ومشايخنا من ابن باز رحمه الله إلى الألباني وهؤلاء، لما كان في زمنهم كانوا يختلفون مع الشيخ ربيع، ولكن يقدم قول الشيخ ربيع في الرجال. لماذا؟ لأنه أعلم بالرجال منهم، وإن كانوا هم أكثر منه علما وأرفع منزلة، هم مشايخه، ولكن مع ذلك كم مرة قدم قوله على قولهم في الجماعات وفي الرجال. لماذا؟ لأنه أخبر بحالهم منهم. فإذا الشيخ محمد هنا أنا أقول حتى لو أثنى على فركوس وزكاه، فإن قوله هنا لا عبرة به، لأنه مخالف لأقوال أناس وهم أهل لهذا الباب، وهم يحسنون الكلام في هذا الباب، وقد تكلموا بعلم وعدل وحجة، وكلامهم مبني على الأدلة. فلا يمكن والحالة هذه أن يعارض ذلك بظن الشيخ بازمول. هذه هي المسألة الأولى. والأمر الثاني هو قال بأن هو يظن ظنه في هؤلاء أنهم كلهم من أهل السنة، هذا ظنه، هو لم يقطع بشيء، هذا ظنه. أنتم تعلمون أنه لا يمكن أن يعارض الظن باليقين أو الشك باليقين. طيب اليقين في أمر فركوس أنه سروري عند العلماء، عند الذين يحسنون الكلام في الرجال، خاصة المعاصرين جرحا وتعديلا. حال فركوس عندهم يقين، وكونه انحرف بأخره هذا يقين عندهم، وتكلموا به وبنوا كلامهم على الأدلة. ولا يمكن والحالة هذه أن يعارض كلامهم المبني على اليقين من حال الرجل بكلام ظني جاء من شيخ محمد، أو حتى لو جاء من غيره. واضح؟ أظنها واضحة. طيب نحن الآن ننظر إلى الذين تكلموا في فركوس، هل هم يعني ممن يحسنون الكلام في الرجال جرحا وتعديلا؟ هل هم أهل لذلك؟ لما نظرنا في حالهم وجدناهم أهلا لذلك، حتى الشيخ محمد بازمول يعترف لهم بذلك. ما هي الأهلية التي تؤهل الشخص أن يكون ممن يحسن الكلام في الرجال جرحا وتعديلا؟ هو أن يكون ذا علم وذا ورع، علم ودين.
وخبرة ومعرفة بالناس. وهؤلاء ولله الحمد والمنة يشهد لهم الشيخ محمد بازمول وغيره بأنهم من كبار العلماء الذين سأذكر أسماءهم، من كبار العلماء، ويشهد لهم بأنهم ثقات كذلك، جمعوا بين العلم وبين الديانة. وكذلك لا يختلف اثنان على معرفتهم، على كونهم من أعرف الناس بالرجال، من أعرف الناس بالرجال وأعرف الناس بأقوال المخالفين، ومن أعرف الناس بهذا المنهج وما يدور في الساحة. وهؤلاء هم من هم علماء الجزائر، الشيخ عبد المجيد جمعة، وكذلك الشيخ الأزهر وإخوانهما، وكذلك مشايخ الحجاز كالشيخ عبد الرحمن محي الدين رحمه الله قبل وفاته. ما قرره وما ذكره في فركوس معروف ومستر ومعلوم. كل هؤلاء أهل لهذا الباب، هم أهل لأن يتكلموا في الرجال جرحا وتعديلا، وقد لمسنا ذلك منهم، والعلماء أثنوا عليهم وزكوهم وشهدوا لهم بهذا، فإذا عندهم أهلية. ما دام الأمر كذلك، هم تكلموا في فركوس جرحا، وكونه سروري هذا شيء متيقن منه عند هؤلاء القوم، خاصة الذين هم بلدية الرجل الأزهر وجمعة وإخوانه. نستطيع أن نقول جميع العلماء الكبار في السلفيين الكبار في الجزائر كلهم على قول رجل واحد، أن الرجل زاغ وانحرف، وأنه على منهج الخوارج. فإذا هذا يقين عندهم، بل ليس عندهم فقط، حتى عندي وعندك وعند جميع طلاب العلم أو غالب طلاب العلم المنصفين. صار هذا الأمر يقين عندهم. كون فركوس أصبح سروريا هذا يقين عندهم، لأن أقواله موجودة. هنا لا نقول بأنه أخطأ كما ظنه الشيخ محمد بازمول، لا، هذا ليس خطأ حتى يمكن أن نقول بأنه نصبر عليه لعله، لا، هذا يسمى بالانحراف. هذا الحور بعد الكور، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. هذا هو الانحراف. لماذا؟ لأن فركوس قضى أكثر من 50 أو 60 سنة من عمره يقرر مذهب أهل السنة في كتبه وأشرطته ومحاضراته. كل الذي يخالفه اليوم كان يقرر عكسه مما عليه أهل السنة في كتبه أكثر من 50 سنة، وهو سائر على هذا، لم يخالف أهل السنة جهارا في هذه المسائل كلها، وقرر ذلك في مؤلفاته، وقرره في موقعه، وقرره في أشرطته، وتلقاه منه طلابه، وانتشر في الآفاق أكثر من 50 سنة. طيب، إذا أتى بأخره وغير ذلك وناقضه، وتفق يجول في كتبه وفي موقعه بين كتبه وموقعه، ويحذف ما قرره وهو الحق وهو ما عند أهل السنة، وتفق يحذفه واحدا تلو الآخر ويغيره ويقرر ما يناقضه، بل يقرر عكسه ويدافع عنه وهو باطل محض، هذا لا يقال في مثله بأنه أخطأ نعتذر له أو نصبر عليه، هذا يقال بأنه انحرف. فرق بين أن يخطئ الشخص دون أن يقرر لخطئه ويدافع عنه ويعقد الولاء والبراء عليه، وبين أن يخطئ ويسكت. وقع في خطأ نقول وقع في خطأ، ولكن الذي كان على الصواب وخالفه وأصبح يقرر خلافه ويدافع عنه، بل يحذف الحق الذي كان قرره من نصوص وأقوال أهل العلم وقواعد، يحذفها من مؤلفاته من موقعه، ويقرر عكسه وهو باطل ويدافع عنه، بل يهجم على أهل السنة الذين مضى أكثر عمره معهم، هذا يقال بأنه مجرد خطأ؟ هذا هو الانحراف والعياذ بالله. فإذا هذا الذي نرجو أن يفهمه كل من لم يفهم الموضوع. ولم يخالف في مسألة واحدة، خالف في عدد من المسائل، في عدة مسائل، وهي مسائل عظام، مسائل كبيرة، وكان يقرر خلافها، وكان يقرر الحق فيها، عمد عمره أو جل عمره يقرر الحق فيها، وما هو يعني الذي عند أهل السنة. واليوم ما الذي دهاه وما الذي حمله على مخالفته؟ أيعتذر لهذا؟
فإذا بناء على هذه الحقائق كلها أنت وأنا وفلان وكلنا نعلم يقينا أن الرجل انحرف وصار على منهج السرورية، هو سروري. فإذا جاء الشيخ محمد بازمول وظن فيه أنه حتى الآن من أهل السنة فهذا ظنه، ولا يمكن والحالة هذه أن أن نعترض هذا اليقين الذي عندك وعندي وعند فلان وقال به أهل العلم والمشايخ وأهل بلده. لا يمكن أبدا أن نطرح كل هذا وهو يقين عندنا بظن جاء من الشيخ محمد بازمول. لا يعارض الظن باليقين. بعدما نقدم هذه المقدمة نأتي الآن بالقواعد. نحن نحب الشخص بقدر موافقته للحق واتباعه له. ومتى نعرف أن الشخص مع الحق؟ إذا كان يسعفه الدليل. فيما يتعلق بالقضايا المنهجية إذا كان موافقا للقواعد السلفية وكذلك أصولها. طيب هكذا. فإذا إذا رجعنا إلى القواعد ماذا نقول؟ نرى أننا نقرر دائما أن من علم حجة على من لم يعلم. الشيخ محمد لما يستعمل كلمة ظني هذا دليل على أنه لم يتصور المسألة حتى الآن تصورا جيدا، أو أنه طرأ على تصوره السابق الذي كان عنده حتى تكلم بكلام وسبب له شتائم من السفهاء من السروريين من أتباع فركوس. هذا طرأ عليه شيء وغير هذا التصور، والله أعلم به. على كل حال مهما يكن من أمر فإننا نتحاكم جميعا إلى هذه القواعد. من علم حجة على من لم يعلم، هذه واحدة. ولا شك ليس في الدنيا اليوم من له معرفة وخبرة بحال بفركوس وبحاله وبأقواله وبتصرفاته وبأفكاره أكثر من علماء الجزائر. هذا لا جدال فيه. خلاص، فإذا قولهم مقدم لأنهم بلديته وأعرف الناس به. لازموه، يعني العلاقة كانت بينهم سنوات، فقولهم مقدم على قول غيرهم قولا واحدا. ثم نقول بأن الجرح المفسر مقدم على التعديل. هذه قاعدة نعرفها جميعا. طيب هؤلاء الذين تكلموا فيه من أهل بلده والذين في خارج بلده من الحجازيين ومن الأفارقة والإيروبيين وغيرهم، كل هؤلاء تكلموا فسروا جرحهم. يعني جرح فركوس هذا صار مثل هذه الشمس واضحة. يا أخي كيف هذه الأشياء مثل هذا الكلام يعني يزعزعكم؟ يا أخي لماذا لا تثقون بهذه القواعد ولا تطبقونها؟ طبقوها. مثل هذا الكلام كله يا شيخ محمد على العين والرأس، ولكن هذا رأيك، جزاك الله خيرا، هذا رأيك، ونحن مقتنعين بما رأيناه بهذه الحقائق. الرجل سروري، انتهينا. طيب ننتظر إلى متى؟ يعني لا بد أن يكمل المخالفة 120 أو 200 ثم عندها نحكم عليه بأنه سروري؟ أو لا بد أن يسل سيفا ويحارب ويخرج في المظاهرات في الطرقات عندها نحكم عليه بأنه سروري؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يحكم على رجل بأنه خارجي بمجرد أنه خالف في مسألة. صبيغ لما جاء وبدأ يسأل عن المتشابهات ظنه عمر حكم عليه مباشرة بأنه خارجي، ولكن أراد أن يستوثق من هذا الظن، أراد أن يتأكد منه وطلب منه أن يكشف عن رأسه ليرى. لو وجده حليقا لا خلاص لتيقن أنه خارجي، ولكن لم يجده حليقا. شوف بهذه الصفة فقط، الصفة الظاهرة هذه حكم عليه بأنه خارجي. طيب فركوس يأتي ويدمر الأصول ويقرر ما يخالفها ويدمرها ويعقد الولاء والبراء عليها أكثر من أصل. كل هذا خلاص ما نصفه، لا يوصف بأنه سروري، نقول أخطاء.
وهناك ناس أخطاؤهم أقل بكثير من أخطاء فركوس، وخطرهم على الدعوة السلفية يعني أقل من خطر فركوس وإفساده على الدعوة السلفية. مع ذلك الناس نبذوهم وحكموا عليهم بما يستحقونه. المسألة ليست يعني عواطف، المسألة دين. التساهل في مثل هذه المسائل يسبب فرقة ومشاكل وفتن لا تنتهي، لهذا لن ننتهي من المشاكل. طيب أنتم الآن لما جاء فركوس قررتم أشياء، وأتباع فركوس وسفهاء كلهم، يعني فركوس أطلق سفهاءه وتكلموا فيكم وسبوكم وإلى آخره. أهل السنة أهل الحق يعرفون أنهم خلاص. بعدين بعد ذلك الأمور تتغير هكذا بهذه الصورة. متى تنتهي المشاكل؟ متى تنتهي؟ الفركوس لم يتغير، ما ينبغي أن نتغير معه. كوننا نصبر عليه لا يعني أننا يعني لا نتراجع أما يعني أو لا نصارح بالحقيقة. سروري فليتراجع، خلاص. لا نقول بأن لا نحذر الشباب ولا ننبههم، الشباب يقعون في فخه وفي مصائبه، خلاص لا نحكم عليه بما يستحقه رجاء يعني أن يرجع نصبر عليه. هذا غير صحيح. هو جاء بما يعني انحرف وغير، لا بد أن نطلق عليه ما يستحقه. أخذ مذهب الصوفية نقول صوفي، أخذ مذهب الجهمية نقول جهمي، أخذ منهج السروري نقول سروري، قطبي. لا نتوقف نقول لعله قد يتوب. إلى متى؟ والشباب يقعون فيه. هذا ينبغي أن تتنبهوا له. والأمر الآخر والأخير، أربع بالسلفيين من أن يتشبهوا بأفراخ السرورية، بأفراخ فركوس. الله الله ألا تشبهوهم، ألا تسلكوا مسلكهم في التعامل مع العلماء الذين قالوا بخلاف قولكم أو خالفوكم في بعض الأشياء. السرورية لما تكلم الشيخ سليمان الرحيلي والشيخ عبد الرحمن محي الدين وعلماء الحجاز، السروريون خلاص تكلموا فيهم وطعنوا فيهم وجهلوهم وسفهوهم وسبوهم وشتموهم. كلنا رأينا ما كانوا يكيلونه من الشتائم والسباب على علمائنا، بما فيهم شيخ محمد بازمول نفسه. رأينا هذا صح؟ طيب اليوم إذا قال بهذا الكلام الذي لا عبرة به مقابل ما رأيناه، مقابل هذه الحقائق، هذا لا يغير في السلف شيئا. هو عالم رباني أخطأ، هذا رأيه، ونحن لسنا يعني نتبع الأشخاص. كيف نتبع مجرد الآراء التي تخالف الحقائق؟ طيب لما قال بهذا خلاص نظفوه من جديد. أنا رأيت التعليق جزاك الله خيرا يا شيخ محمد، أثبت على هذا هو الحق، لا بد من الصبر على الناس وهكذا. شفت الآن يطبلون، الآن خلاص سيطلعونه مجاهدا وهكذا، لأنهم يهمهم فقط تقديس ذلك المنتكس فركوس. لما أثنى على طريفي نظفوه، أثنى على الحويني نظفوه. والآن الشيخ محمد بازمول كانوا يسبونه وكانوا يرونه من علماء السلاطين. الرجل زاغ، الرجل عنده تزلف للحكام، فتاواه مسيسة، كل هذا قالوه فيه. واليوم لما ذكر هذا الكلام الذي لا يعني يعتبر ولا تزكية ولا أي شيء، خلاص نظفوه. أنت الآن ما شاء الله عندك حكمة، وأنت جزاك الله خيرا، وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا. شفت المصيبة؟ طيب الآن هذه أخلاقهم، وكل إناء بما فيه ينضح. فركوس ربهم على هذا، لا يعرفون الدليل ولا تهمهم الأدلة، ولا يعرفون الحجة، ولا يهمهم أقوال يعني الصحيح، إنما يهمهم فركوس. من وافقه فأنت، ومن خالفه فيقعون فيك. وأربع بكم ألا تشابهوهم. وأنتم الآن شيخ محمد هذا رأيه، ونحن لسنا ملزمين به، نحن مع الأدلة. حتى لو أثنى عليه ودافع عنه لقلنا له يا شيخ أنت مخطئ، ولكن ما دام هو معروف لدينا وثوابته يعني سلفية، رجل يعني معروف، نقول أخطأ في هذا، لا نتابعه ولا نتبعه، ونبين خطأه، نحذر من خطئه، ولكن نحفظ له كرامته، لا نتجاوز
يعني ولا نسبه ولا نشتمه ولا نسيء الأدب معه، ونحترمه، هو منا وفينا، هو من كبارنا معلمنا، ولكنه أخطأ. أنت أخطأت في هذا يا شيخ. إذا رأينا أن الناس بدأوا يفتتنون بكلامه نحذر من هذا الكلام، نفنده بالأدلة ونبين خطأه فيه، نقول هو أخطأ، كما نقول إمام أحمد أخطأ، شافعي أخطأ في كذا والحق كذا، خلاص نمشي. ولكن لا نقابله بما قابله به السرورية أفراخ فركوس، إنما نقابله بالمنهج السلفي. شيخ محمد سلفي من كبار علمائنا، ولكنه لم يوفق في هذا رأيه، أو على الأقل يعني أقل ما يمكن أن نقول رأيه، ورأيه مخالف للدليل، مخالف للواقع، مخالف للصواب، فخلاص انتهينا. ولكن السب والشتم والدعوة بأنه انحرف أو أنه لقن أو نحو ذلك، احذروا من مثل هذه الأشياء، احذروا من مثل هذه الأشياء. الرجل قال كلامه، قال رأيه، ورأيه مخالف للصواب ومخالف للواقع ومخالف للأدلة، فلا يلزمنا. إذا رأينا الناس بدأوا يعني يأتون به ليفتتن به الشباب نحذر منه، نبين أنه خطأ. يعني البيان هذا خطأ، لما تبين يعني بأن الشيء خطأ هذا تحذير، هذا مثابة التحذير من القول. ليس هناك تلازم بين التحذير من الخطأ وبين التحذير من المخطئ. ينظر في ثوابت الرجل، يعني في أصوله. المخطئ إذا كانت أصوله جيدة سلفية ومنهجه معروف، علاقته بأهل السنة وكل شيء، فخلاص يرد على الخطأ ويحفظ له كرامته. وأما مثل فركوس حطم الأصول وهدمها وأفسدها وقعد خلافها ودافع ونافح وناطح وحارب وشوه وكذب وافترى ودلس وبتر، كل بلية في الرجل، كل هذا من أجل أن يدافع عن أفكاره الهدامة. فهذا كيف يعتذر له؟ يا أخي سروري إيش تريدون؟ يا أخي فيه ناس حكمتم عليهم بأنهم على منهج الخوارج، ما عندهم يعني عشر ما عند فركوس، خالفوا ربما في مسألة أو في أصل واحد. فركوس جمع أكثر من 4 مسائل 5 كذا، خلاص. إذن انتبهوا لهذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يؤلف بين قلوب أهل السنة، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يهدي ضال المسلمين، والله أعلم.